السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا بينا النهاردة نعمل مع بعض صينية بسبوسة بطريقة سهلة ان شاء الله تعجبكم. تعالوا كده نشوف المقادير مع بعض. معايا كيس من دقيق السميد، ومعايا كوباية سمنة، ومعايا كوبايتين من الزبادي، ومعايا معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ونص معلقة من الفانيليا، ومعايا مكسرات. تعالوا كده اول حاجة هنبتدي نعملها، هنجهز السيرب بتاعنا. هنحط كده كوبايتين من السكر، عليهم كوبايتين من المية، ومعانا كمان معلقة كبيرة من عصير الليمون. عندك ليمون فريش تمام، ما عندكيش خلاص ده يكفي وهيبقى جميل برضو. رفعت كده السيرب بتاعي على النار، وهسيبه لغاية ما يغلي. بعدين هنزل بمعلقة عصير الليمون اهو. هنزل كده بمعلقة كبيرة كده من عصير الليمون، وهبتدي دلوقتي اجهز عجينة البسبوسة. هضيف كده دقيق السميد في بولة كده، وهنزل عليهم بكوباية السمنة، كوباية حلوة كده محترمة علشان خاطر البسبوسة تبقى طعمها حلو. هبتدي بقى اغلف دقيق السميد دوت بالسمنة كويس جدا اهو. هضيف بقى معلقة من البيكنج باودر، وشوية من الفانيليا، وعليهم كده ذرة من الملح علشان يعادل الطعم اهو. هقلب كده. انا بقلب في البسبوسة مش بعجن فيها، عشان خاطر لو عجنتها هتنشف مني وهيبقى طعمها مش حلو خالص. هنزل كده بكوبايتين من الزبادي. لو احتاجت البسبوسة ان انا اضيف لها لبن حليب يعني هضيف لها، ما احتاجتش خلاص. انا بصراحة احتاجت ان انا اضيف لها حليب، فحطيت كده شوية من الحليب في كوباية الزبادي، يعني مليتها كده. وهنزل برضو على البسبوسة بالحليب اهو، علشان خاطر انا عايزة القوام يبقى طري شوية، ما يبقاش تقيل. ده القوام المناسب جدا اهو. هجيب كده صينية غلفتها كويس بالسمنة. عندك طحينة ممكن تضيفي في الصينية من تحت طحينة، هتبقى حلوة برضو. بس بما ان انا ما عنديش، مش متوفر عندي دلوقتي، ف دهنتها كويس كده بالسمنة. ونزلت هنا كده بعجينة البسبوسة، وهبتدي ان انا اساوي الوش كويس جدا اهو كده. هضيف بقى على الوش المكسرات. في المرحلة دي انا شغالة الفرن، مولعة الفرن الشواية، ومولعة الفرن كمان من تحت على درجة حرارة متوسطة. هدخل بقى صينية البسبوسة ديت الفرن، ونشوفها لما تخرج بقى من الفرن. وهنا خلاص البسبوسة خرجت من الفرن، قعدت حوالي تلت ساعة وخرجتها. البسبوسة سخنة، وكمان السيرب بتاعي سخن علشان خاطر يديني نتيجة حلوة في البسبوسة اهو. بصوا شربت السيرب ازاي اول ما بينزل عليها، كده تعرفي ان البسبوسة ناجحة جدا. كده شكل البسبوسة بعد ما خلاص خلصت. يلا بقى جربوها واكتبولي في الكومنتات. كده يكون فيديو النهاردة خلص معاكم. لو عجبكم الفيديو متنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة. استودعكم الله، مع السلامة.